أين تذهب الشياطين في رمضان؟ سؤال لطالما طرحناه على أنفسنا وطرحناه على غيرنا وتساءلناه أيضا مع أنفسنا. أين تذهب الشياطين؟ وهل فعلا تصفد؟ والسؤال الأكبر هو إن كانت الشياطين تصفد، إذا ما الذي يدعو الإنسان إلى ارتكاب المعاصي في يوم رمضان؟ ما الذي يجعله مثلا يتكلم في الغيبة والنميمة ويفعل المنكرات والفواحش؟ ولماذا من المحتمل قد يكون جواب سؤالنا اليوم عند زليخة زوجة وزير مصر التي أغوت سيدنا يوسف عليه السلام. قبل أن نبدأ موضوعنا اليوم، اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وصلاتنا وعبادتنا. جاء مصدر الكلام عن حديث تصفيد الشياطين وتغليلها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أول ليلة من رمضان تصفد الشياطين ومردة الجن، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذن هذا الحديث العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الشياطين والجن تصفد في رمضان، يعني في بداية رمضان، يعني في الليلة الأولى من رمضان تصفد فيها الشياطين والجن وتغل. ولكن ما الذي يحدث؟ نحن نرى أن الإنسان يقع في الخطأ وتغويه الشياطين أو تغويه ذلك الذي يغويه. نحن نرى أناسا يفعلون الذنوب والفواحش في رمضان. إذا ما الذي يدفعهم إلى فعل ذلك إذا كانت الشياطين مغلولة؟ يقول العلماء أن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم تغل كبار الشياطين، يعني رؤوسهم، ويبقى الصغار فيفعلون ما يشاء بالعباد. وقال بعضهم لأن الصيام يؤثر في الجسم، فالجوع يقلل حركة الدم في الجسم، والشيطان يجري مجرى الدم، لذلك يقلل من حركته في جسم الإنسان. وقال بعضهم أن المقصود أن الشياطين والمردة تغل عن بعض الصائمين وتترك عند بعضهم. كيف ذلك؟ يعني بعض الناس لهم صيام مثلا مكمول، له قواعده وواجباته، ملتزمون بكل شيء، صيام على أكمل وجه. هؤلاء من تغل عنهم الشياطين وتمنع عنهم. لكن أولئك الذين صيامهم ضعيف ويفعلون أشياء تنقص من صيامهم، فالشياطين تسلط عليهم كما في الأيام العادية، وربما أكثر، لتغويهم وتخرجهم عن طريق الصيام. ولكن دعونا نرى الموضوع من جانب آخر، فنعود إلى مصر، منبع الحضارة، وبالضبط منزل وزير مصر، حيث نجد سيدنا يوسف عليه السلام وزليخة التي تغويه عن نفسه. إذا ماذا كان جواب زليخة بعد أن أغوت يوسف عليه السلام وأدخلته السجن وفعلت به ما فعلت؟ وفي الأخير ماذا كانت جملتها الشهيرة والتي أيدها القرآن عليها؟ قالت كما جاء في كتاب الله عز وجل: قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فهذا قد يكون هو الجواب الشافي على سؤالنا العظيم الذي طرحناه في موضوعنا. فالنفس تلعب دورا في إغواء الإنسان. ويقول الله عز وجل أيضا تأييدا لموضوعنا ولجوابنا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وسوسة النفس تلعب دورا كبيرا وخطيرا جدا في إغوائك، وربما الوصول بك إلى التهلكة. فالنفس كما قال الإمام البصيري: والنفس كالطفل إن أهملته شب على الرضاع وإن تفطمه ينفطم، رحمه الله. نفسك إذا لم تتحكم فيها وتفطمها كما قال، والفطم يكون بالقسوة، فالفطم لا يكون سهلا أبدا. فأنت لا تأتي إلى الطفل وتسلبه من حضن أمه بسهولة ويبقى الطفل صامتا لا يبكي، فيكون فطمه قاسية فيبكي مرة ومرة ومرة. إذا هدانا الله وإياكم. النفس هي الأمارة بالسوء. قد تكون أقوال العلماء كلها صحيحة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لذا وجب على الإنسان الإكثار من الاستغفار والحوقلة وترك النميمة والغيبة، فالنميمة تذهب بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. تقبل الله صيامكم، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم. دمتم سالمين.